السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم. أهلا بيكم مراجعة الوحدة الأولى في منهج العلوم الترم الأول، وأهم المسائل أو أهم الأفكار اللي ممكن تقابلها وتشوفها. بيقول لي في المثال الأول: تحرك جسمان المسافة بينهما 150 كيلو متر. الأول يتحرك شرقا بسرعة 60 كيلو متر في الساعة، والثاني يتحرك غربا بسرعة 40 كيلو متر في الساعة، فمتى وأين يتقابل الجسمان؟ تمام. اما اجي ابص كده، المفروض ان في جسم عندي موجود ناحية اليمين وهيتحرك ناحية الغرب، وجسم عندي موجود ناحية الشمال وهيتحرك ناحية الشرق. الجسم الاول اللي رايح ناحية الشرق، والجسم التاني اللي رايح ناحية الغرب. تمام. مسافة بينهم على الرسم كده 150 كيلو متر، الاول بسرعة 60 والتاني بسرعة 40. ببساطة جدا وبشغل بسيط اقدر اقول ان الفكرة المسيطرة على المسألة بعد ما ارسمها قدام عينيا كده واحط معطياتي عليها عشان تبقى سهلة وواضحة، ان لما اجي الجسم ده هيمشي ويتحرك والجسم ده هيمشي ويتحرك والاتنين هيتقابلوا في النص، المفروض ايه الحاجة المشتركة اللي هم عملوها الاتنين وبتساوي بعضها؟ ان هم هيتقابلوا في نفس الزمن. يعني ايه في نفس الزمن؟ يعني لو ده بقى يتحرك من هنا من اليمين وده بدأ يتحرك من الشمال، بدأنا هم النقطة دي واديتهم مثلا نص ساعة لغاية ما اتقابلوا، نص ساعة لغاية ما اتقابلوا أو ربع ساعة لغاية ما اتقابلوا، إذا هم اتقابلوا بعد زمن إيه؟ بعد زمن واحد. يبقى الفكرة في المسألة إن زمن الجسم الأول بيساوي زمن الجسم التاني. بس أعوض بقى على هذا الأساس. لو فرضنا إن الجسم الأول قطع مسافة قدرها ف مثلا، والجسم التاني هيقطع مسافة قدرها كام؟ نشيل من ال150 دول اللي ما بينهم، نشيل الف، يبقى 150 ناقص ف. طيب يبقى الزمن بتاع الجسم الأول فيه على إيه؟ على 60. ليه؟ لان زين اصلا لما اجي اجيبها بتساوي من المثلث اللي قدامي بتساوي ف على عين. تمام. ف بكام بالنسبه للجسم الاول؟ بف. بالنسبه له قطع مسافه ف مجهوله ما نعرفهاش. طب وعين بكام؟ ب60. يبقى انا معايا الزمن دلوقتي بيساوي ف على 60. طب بالنسبه للجسم التاني، اسمي دي معدل رقم واحد الاول. بالنسبه للجسم التاني، انا عايز زين برضه. زين بتاعته هتساوي الف على العين. الف بكام؟ ما نعرفش هو قطع كام، بس الجسم الاول قطع ف، يبقى التاني قطع كام؟ نشيل من ال 150 ف، يبقى 150 ناقص ف على عين اللي هي ب 40. تمام. ودي معادله رقم 2. بما ان زين واحد بتساوي زين 2، اذا ف على 60 بيساوي 150 ناقص ف على 40. تمام. طرفين فاصلتين، يبقى 40 ف بتساوي 60 نضربهم في ال 150 ب 9000 ناقص ال 60 في الف ب 60 ف. نودي السالب 60 ف الناحية التانية، هيبقى إشارة سالبة تروح الناحية التانية بالموجب، على ال40 تبقى 100 ف بتساوي 9000. نقسم على معامل الف اللي هو ال100، ونقسم على 9000 على 100 برضه، يبقى الف بتساوي كام؟ بتساوي 90 كيلو. يبقى المسافة بينهم، أو مش المسافة بينهم بقى، المسافة اللي هيقطعها الجسم الأولاني بتساوي كام؟ 90 كيلو. اللي أعرفك يا مستر، مش أنا بقول هنا ف بتساوي 90 كيلو، وأنا كنت فارض الف فوق اللي هي المسافة بتاع الجسم الاولاني. خلاص تمام. يبقى الاول هيقطع مسافه قدرها 90 كيلو، والتاني نطرح ال 90 كيلو من ال 150 هيديني كام؟ هيديني 60 كيلو. يبقى دي المسافه اللي اتحركتها السياره التانيه او الجسم اللي هون التاني. طيب عايزين نجيب الزمن بقى. هو قال لي متى واين، يبقى كده كده اين قلناها اللي هي بتاع المسافه، نشوف متى نعوض بالفيه في اي معادله سواء كانت رقم واحد او رقم اتنين، وبالتالي هاخد الأسهل اللي هي رقم واحد. فيبقى زين واحد بتاعتي بتساوي ف على 60. الف مطلعها أنا ب90 على 60 بتساوي 3 على 2. التمييز في السرعة بالكيلومتر على الساعة. خلاص يبقى الزمن هنا بالساعة، وبالتالي تلتين ساعة. وبالتالي ايه؟ تلتين ساعة هتبقى الزمن اللي هيقدروا الاتنين يوصلوا لبعض فيه. ودي كانت المسألة الأولانية. ونشوف مع بعض المسألة التانية. بيقول لي ايه؟ يدخل قطار طوله 100 متر، نفق مستقيم طوله 9 من 10 كيلو متر، بسرعة منتظمة، وقدرها طبعا 5 متر على الثانية. احسب الزمن اللازم لخروج القطار كاملا من النفق. اما اجي ابص المسألة زي دي فيها تركاية كده او خدعة صغيرة لازم اخد بالي منها. ايه التركاية؟ ان انا لو انا شخص واحد بطولي كده ماشي من مكان، فانا بتحرك كنقطة
يعني انا لما حد يبص لي البعيد يشوفني كنقطه كده بتتحرك، ملهاش طول ورايا كده بتحرك مثلا. انما لما اكون انا عربيه مثلا، فالعربيه شوف طولها قد ايه بتتحرك. طب لما اكون انا قطر بقى، يبقى انا طولي هو طول القطر. شوف بقى يجي 11 عربيه ولا 10 عربيات وراه ولا 12 عربيه، طول على كل عربيه كام؟ بتاع 3 4 متر ولا حاجه، ولا اكتر، ولا 5 متر. طول ايه؟ طول العربيه بتاع القطار، ولا اكتر من كده. فاذا انا بتكلم على طول كامل. فعشان القطر ده، لو انت مثلا واقف على مزلقين، وعشان القطر يعدي من المزلقين لازم القطر يعدي كاملا قدامك، يعدي بطوله كله قدامك. فنخلي بالنا من الفكره دي. هنطبقها ازاي هنا؟ الاول نشوف الرسمه كده. النفق قدامي 9 من 10 كيلو متر. طيب احوله الاول لايه؟ للمتر، عشان تبقى الوحدات مناسبه معايا مع طول القطار. فاقول له 9 من 10 دي اضربها في 1000 طبعا عشان تحول بالمتر، يديني ايه؟ 900 متر. تمام. يبقى المسافه اللي المفروض القطر هيمشيها كام بقى؟ يعني المفروض هيمشي في الممر ده، انا خلي بالك من ايه؟ من بوز القطر هيخش في الممر اهو. تمام. في ورا القطر كام؟ في 100 متر اللي هو طول القطر. يبقى اذا البوز ده هيدخل يمشي 9 من 10 كيلو، اللي هي 900 متر. هيمشي 900 متر، وبعد ما بوز القطر يجي يعدي لسه بقية القطر وراه في قلب النفق. يبقى لازم البوز يعدي ويمشي بره كمان 100 متر على ما يكون القطر كله طلع. فهي دي التركية بتاع المسألة. فهنقول كده ان المسافة اللي القطر هيمشيها كام بقى؟ ال900 بتوع النفق زائد ال100 اللي هو طول الايه؟ طول القطر، وتبقى المسافة كلها 1000 متر، اللي هو هيمشي كيلو يعني 1000 متر. تمام. وخلاص تبقى مسألة عادية. هو عايز الزمن، حاضر عينيا الاتنين. من المثلث بتاعي زين، او حاطط ايدي على زين كده، الاقي اللي فاضل لي ايه؟ ف على عين. فيبقى زين بتساوي ف على عين. المسافة ب1000 زي ما انا طلعتها، على عين اللي هي ب5 يديني 200 ثانية. يبقى ده زمن ايه؟ خروج القطار كاملا من النفق. وشكرا. ونشوف المسألة اللي بعدها. بتقول لي ايه؟ بتقول لي تحرك جسم من السكون بعجلة منتظمة يمكن حسابها من العلاقة ج بتساوي 20 على ز، فإن سرعته النهائية تساوي نقط. المسائل دي أنا عارف إنها بتعمل لنا رهبة كده والواحد بيتخض منها، بس والله من أسهل المسائل وأتفهها. هو مفيش مسألة تافهة، بس أقول لك يعني إيه؟ سهلة جدا. طب اتعامل معاها ازاي؟ اتعامل معاها كأن ج اللي هو مديها لك ده اهي بتساوي 20 على ز. 20 على ز ده اتعامل معاه كأنه رقم، كأنه مديك العجلة، كأنه مديك ايه؟ العجلة. وهو هيضيع حاجات مع حاجات، يعني الزين دي هتضيع في المسألة وتوفر عليك انك تجيب الزمن اصلا. فتعالى واحدة واحدة كده. انا معايا الجيم وعوض واحدة واحدة. تحرك الجسم من السكون. يعني ايه من السكون؟ يعني عين واحد بتساوي صفر. ألف ب كده من السكون، يعني عين واحد بتساوي ايه؟ صفر. أو حاطط عين واحد بتساوي صفر. تمام. طب وبعد كده أعوض بقى، أحط القانون بتاعي اللي هو ايه؟ القانون بتاعي اللي هو ج بتساوي دلتا عين على ز، اللي هو برضه بيساوي عين 2 ناقص عين 1 على ز. تمام. أو طب ج بكام؟ ما هو مديها لك ب20 على ز. تمام. طيب بتساوي ايه؟ بتساوي عين ناقص ناقص صفر، اللي هي عين 2 ناقص عين 1، يعني عين ناقص صفر على مين؟ على ز. تمام. المفروض ان الزين هتطير مع الزين، يتفضل لي 20 بتساوي عين 2 ناقص صفر. عين 2 ناقص صفر هي عين 2، يبقى عين 2 بتساوي 20 بس، وخلاص والمسألة خلصت. طب هو مش مديني وحدة في المسألة دي، مش مديني أي وحدات خالص. أقوم أعمل السرعة دي بالإيه؟ أسيبها كده 20 وخلاص؟ لأ غلط. أمال أعمل إيه؟ لازم أديها وحدة قياس. أقول له 20 المفروض بقى كيلومتر على الساعة ولا متر على الثانية، معرفش. فأقوم قايل له وحدة سرعة. الحاجة اللي ما يكونش لها وحدات وما انتش عارفها عشان ما تلخبطش، قول له وحدة وكذا. يعني لو مسافة قول له وحدة ايه؟ مسافة. لو زمن قول له وحدة زمن. طب دي سرعة يبقى وحدة سرعة بس، وخلاص وشكرا. واشوفكم على خير ان شاء الله في مسائل جديدة وحلول جديدة. ولو في اي مسائل محتاجينها او اي حاجة تكتبوها لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.